السلام عليكم ورحمة الله. سجل محمد صلاح. هدف سجله محمد صلاح النهارده في فوز نادي ليفربول الأول في الدوري الإنجليزي على بورنموث بنتيجة 3-1. سجل محمد صلاح الهدف الثاني للريدز من ضربة جزاء سددها نفسه محمد صلاح، ولكن حارس المرمى تصدى لها وكملها محمد صلاح في المرمى عشان يكون هدف ملعوب، ما يكونش هدف من ضربة جزاء، ويكون أول أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وتكون كمان النقطة رقم 4 اللي يوصل لها نادي ليفربول، اللي واضح ان هو مش هيروح بعيد في الدوري الانجليزي السنة دي. خلاص كلنا بنشجع محمد صلاح وكلنا بنحب محمد صلاح وكلنا بنتابع اخبار ليفربول عشان نجمنا المصري العربي محمد صلاح. لكن ليفربول واضح ان هو مش هيروح بعيد السنة دي في الدوري الانجليزي، وما اعتقدش انه هياخد المركز الاول او حتى الثاني في الدوري الانجليزي. وكلنا بقينا نفكر هل صلاح فعلا هيمشي يروح دوري تاني غير الدوري الانجليزي؟ هل فعلا هيستجيب للضغوط والاغراءات الماديه ويروح الدوري السعودي؟ ما بقيناش عارفين، لكن الواضح ان صلاح وفي الغالب هيكون ده اخر موسم ليه مع نادي ليفربول. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان صلاح قاعد مع ليفربول لانه بيحقق انجازات وارقام قياسيه، لكن مع الوضع الحالي ومع امكانيات ملاك ليفربول ومع فكر يورجن كلوب اللي هو بقى ماشي مع فكر ملاك النادي، وان هو مش قادر يجيب صفقات على قدر اللعيبه اللي بتمشي، فبالتالي اصبح ليفربول مش هيقدر يحقق الانجازات اللي صلاح عايز يحققها او ارقام اللي عايز صلاح يوصل لها. عشان كده بقول ان ده في الغالب هيكون اخر موسم لصلاح مع ليفربول، واعتقد ان صلاح هينتقل لدوري اخر. والله لو قدر السنه دي يثبت كفاءه هيروح دوري اوروبي قوي، واللي بنحلم بيه يختم في ريال مدريد ولا يختم في برشلونه. اما اذا فهيختم زي ما احنا شايفين كده في الدوري السعودي ولا الدوري القطري وياخد له قرشين كويسين. دي كانت وجهة نظر كده حبيت ادردش معاكم فيها، لكن في النهاية صلاح سجل اول اهدافه في الدوري الانجليزي وفاز ليفربول على بورنموث زي ما قلت لحضراتكم 3-1 علشان يوصل ليفربول لاربع نقاط في الدوري الانجليزي. مبروك لنجمنا المصري العربي محمد صلاح، وراك صلاح في اي فريق.